يعني انا مثلا لما بشوف مثلا ولد حاطط هي هيم على الانستجرام، هل انت شايف ان انت مش راجل كفايه ان صورتك تعرفني ان انت هي هيم؟ الحكومه هي اللي بتقوله لك هو اللي انت بتصدقه. بس خلاص كده. اصل انا ما عنديش رول في البيت. انا بالنسبه لي الاثنين دول الاثنين بيصرفوا عليا وما لهمش حاجه عندي. اي حد زعلان انا مكتئب. حرفيا اي حد زعلان حصل له مكتئب اي حاجه انا حرفيا. عندي ترومبا على طول، فاهم اللي هو حد. فعلا خلينا نتكلم عن الفيمينيزم بشكل عام. تمام بايسبس بس متاكد جاهز ولا بودكاست من هنا ولا من هنا؟ نبدا. يلا نبدا. اوكي، ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا اسمي يوسف جولد او جولد، اسمي الحقيقي يوسف علي بس ما حدش بيقول لي كده. انا معايا النهارده مفكر، كونتنت كرييتور، شخص كرييتيف وديسيبليند واوفر اور مثقف، ومعايا كمان عبد الله بكيتو. فين الشخص الثالث ده اللي انت هتتكلم عنه؟ ايه يا برو، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا برو، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا اعرفك طبعا من الجامعه بس بقيت الناس ما تعرفكش، فانتروديوس يور سيلف بسرعه كده، عرف الناس انت مين. انا عبد الله بجاتو، خريج انجينيرنج، اشتغلت مهندس، شغال دلوقتي حاجه مش هينفع اقولها لظروف تمنع الكنسله. اوكي، ريدي تو بي كانسلد. اصل احنا كلامنا النهارده هيكون سبايسي سنه، مش لينا احنا، أوي. للشركات. ربنا يستر ربنا يستر. كمل. يلا بينا. ماشي. احنا هنتكلم عن حاجات يعني النهارده هتكون جديه شويه، ماشي؟ يعني هنروح للفيمينيزم، هنروح للالفابت كوميونتي، ماشي، وهنروح للافكار اللي جايه لنا احنا في مصر. فتعالى نبدا الاول بمصر، بأم الدنيا. اوكي الدنيا. ماشي. دايما انا بحس ان مصر يعني هي اغرب شكل من اشكال الدول الاسلاميه، فاهمني؟ بحس ان احنا دوله اسلاميه قوي وفي حاجات تانية لا، فاحنا في حته كده جراي في النص غريبه، فاهمني؟ بس دلوقتي كمان لما بتبدا تبص بقى على الافكار اللي جايه لنا من الغرب، فاهمني؟ حاجات زي مثلا الهوموسيكشواليتي، حقوق المراه الاوفر، مش كلنا متفقين المراه المفروض يبقى ليها حقوق، بس بيبقى في تطرف حتى في ده. بيبقى في برضو حاجات زي التيك توك بشكل عام، فاهمني؟ المزيكا، خلينا نتفق برضو ان امريكا واوروبا بشكل عام بيدونا كميه كونتنت مش ادميه، كميه افلام، كميه مسلسلات، كميه العاب، فاهمني؟ وانا بصراحه حد من الناس اللي بيستمتع بالكونتنت دي. يعني مثلا انا في افلام بحب اتفرج عليها، في مسلسلات بحب اتفرج عليها، وجيمز طبعا، بس بيبقى دايما بقى ايه، في مسجز مستخبيه، فاهمني؟ في مسجز مستخبيه دايما. يعني مثلا في وسط مثلا ما انت بتلعب فيديو جيم تلاقي دولك كاركتر فيميل قويه بلا سبب بلا معنى، فاهمني؟ ساعات بتحسها كده، او جاي يعني، او بيديلك حد جاي، فاهم؟ او مثلا زي مثلا انا واحد بحب اتفرج على الكوره، انت عامل لي برايد مانث فالكوره، كل الفرق هتلبس البادج بتاع الرينبو اللي هي اصلا حاجه فيري بيوتيفul، هم شوهوها قدامنا كلنا خلاص بقى. اي رينبو اللي هو حاجه جميله، مظاهر الطبيعه، حاجه بتاعت ربنا كده جميله، خلوها خلاص بقت مثال اقذر حاجه في الكون يعني حرفيا. فخلاص يعني حاجه بتخش لك بالمعلقه، فاهم اللي هو انت لازم قدامك اهو تتفرج على كوره اهو، تتفرج على مسلسلات اهو. برضو انا مش عارف المعلومه دي صح ولا غلط، لما بلعبش فيفا، بس في ناس قالت لي ان فيفا اللعبه بقى غصب عنك بيجي لك بلايرز بنات ولازم تحطهم في فريقك، يعني انت بقت فريق الكوره بنات على اولاد. ده حقيقي، انا بلعب فيفا، ده موجود، بس ده اوبشن. انت ممكن بيجي لك بنات ممكن تكويك سيل ذم بزيرو عادي، اوكي، بس في منهم كام واحده they are very powerful. في بنت بتلعب في خط الوسط دي يعني ديستروير، دي ما بتعديش منها. في بنت بتلعب في الوينج اسمها هانسن، دي ار2 جون ولا كانها ميسي، بس ماشي، دول بنات بيلعبوا، ودي خدت بالون دور كبنت، ودول بيلعبوا رياضه كبنات، اتس فاين. بس اللي مش فاين ان انا تجيب لي تي شيرتس تجيلك اوتوماتيكلي
وبادجز انت يعني بادجز وتي شيرتس للعيبه وسيلبريشنز ليه علاقه بالال جي تي كوميونتي ايا كان يعني بدا ان انا في ان انا اقدر اعلق ان هو حاجات انتي اللي هو ان هو وي اول ستاند with this community فاهمك. بيجي لي بادج يبقى اسمه كده. بس انا عن نفسي ما بالنسبه لي بادج ريال مدريد بس اللي بيتحط، مفيش اي بادج بيدخل عندي. الحاجات دي بعملها كويك سيل بزيرو، بس دي حاجات بتجي لك هي اهي. والانتي اللي هو نو في الريسيزم دي حاجه كويسه، فاوكي ماشي. بيجي حاجات مثلا للتوعيه مثلا ضد امراض، بيجي وسط ضمن حاجات كتير كويسه بتجي لك في باكجز فري كل شهر كل ويك كل ما يبقى يوم بتاع حاجه بتجي لك. بس مثلا ليه بتجيب لي سيلبريشن لعيب بيروح للكاميرا يهز في مؤخرته قدام الكاميرا؟ طب ليه؟ فاهمك. يعني سيميليتنج جدا ان انا الاقي كريستيانو رونالدو راح للكاميرا وهز. طب ليه هو كريستيانو رونالدو مش هي مش في الحقيقه؟ طب انت ليه خليتك كده ليه؟ شيء غريب جدا. وفي ناس تعمل كده كاركترز بنات. طب يا جماعه دي لعبه كوره في الاخر برضه. فاهمك. طب انت تفتكر اصلا يعني لما هم مثلا لما هم بيخلوا مثلا انت الناس تلعب ببنات غصب عنها مثلا في الماتش، مش بيحسسك انت ده انت كفان او مثلا انت كحد اصلا بيستمتع باللعبه، انت ما اتقفلتش الموضوع ده شويه؟ بص هو تاني الحته دي مش فكره ان هو غصب عنك، بس هم عاملين شويه بنات اوفر باورد جدا جدا جدا. فانت بتبقى طب ما انا محتاج العب بالبنت دي عشان هي اوريدي البرايس بتاعها لطيف، في نفس الوقت اوفر باورد احسن من 80% من الميل كاركترز. بس ستيل يعني انا من نفسي مثلا التيم بتاعي مثلا كان كله ولاد على مدار الوقت، بالذات سبيشالي الناس اللي انا بحبها. دي فكرتي في التيمت تيم. بس الناس اللي هي بتجرايند جامد قوي في اللعبه وعايزه تكسب وعايزه لا في اول اللعبه كان انا مش فاكر البنت اسمها كونتي، اسمها بالكي كده، مش فاكر اسمها ايه، في وسط الملعب دي كانت عامله مثلا زي لعيب زمان، مش عارف برضو حاجه دي هتبقى عارفها ولا لا. كان في لعيب اسمه كانتي، اللعيب ده كان اوكي. جامد جدا وكان اللعبه كلها هتموت عليه. هي دي ذا فيميل فيرجن اوف كانتي في اللعبه. انا ما اعرفش هي بجد لعيبه جدا في الحقيقه زي كده ولا لا، بس فكره ما احنا في الحقيقه ما بنلعبش ميكسات، فانت حطيتها لي ميكس في صح. النص اصلا انت مش عارف انا غصب، كان انت مش بالنسبه لي عايز. الموضوع كان الموضوع واخد بالي منه قوي، لان اصلا الكره القدم الستات هم دايما بيشتكوا ان هم ما بيعملوش نفس الفلوس زي الرجاله. دايما بيشتكوا اللي هو احنا ما بنعملش نفس الفلوس. بس هو الفكره بكل بساطه ان يعني ماتشات الرجاله الناس عليها اقبال عليها اكتر كتير. ده غير كمان بالظبط. معلش انت اي تيم رجاله يقدر يكسب اي تيم ستات، فاهمني؟ وده مش علشان احنا مين، بس دي الحقيقه، فاهمني؟ فانا اقدر اتخيل مثلا انا مثلا لو بلاير اوكي وانا حد حطني في ريتنج اقل، انا هحس بنوع من انواع اللي هو لا ده مش حقيقي حتى، فاهمني؟ ممكن تميك ده الارجيومنت اللي هي الفانتسي فوتبول، بس هي برضو بحس ان فيفا اللعبه بشكل عام هي بتحاول تحاكي او الواقع، فاهمني؟ بس دي مش اسوأ اكزامبل. إيه، يعني انت ممكن مثلا تبص الالعاب كتير جدا غصب عنك هي بتشوف ال جي بي تي اجنده غصب. يعني مثلا واحده منها كان سبايدر مان عملوا مود ان هو تقدر تشيل البرايد فلاجز من اللعبه، وبعد كده الويب اوكي. سايت راح شايل المود وعمل بان لكل الناس اللي كانت بتستخدمه. بصراحه مش عارف كل اوكي الناس كانت انا بتستخدمه ولا يعني لا، بس هم عملوا بان للشخص اللي عمل المود عشان بس ما بقاش كدبت يعني، فاهمني؟ هو اصلا يعني الفكره ان هو طب انت عملتها لي اوبشن، طب انت يعني طب انا حر يعني صح. اوكي انت بتتكلم ان انت حر فبطريقتك اللي هو اوكي خلاص انت يا سيدي حر، بس انت خلاص انت بقيت داخل على حريتي انا. انا مش اوكي انت حر في سريرك في بيتك في عربيتك في المكان اللي بيحتويك. طب خلاص انا مش عايز ابقى معاك يا سيدي. انت يو ار فورسنج ان انا ابقى معاك. انت بتقول انا اهو. طب ما فيش حد بيمشي بيقول يا جماعه انا ستريت انا ستريت انا ستريت. طب اوكي طب خلاص ماشي، ما عرفنا انت خلاص صح. انت كذا خلاص اوكي belongs to وبرضو you خلاص انت برضو انت في مسلسلات مثلا ليها علاقه بالبوب كلتشر مثلا زي مارفل مثلا دلوقتي بقت ما بتعملش حاجه غير ما تحط فيها الفيمينيزم اجنده. اخر حاجه مثلا كانت بالنسبه لي بشعه انا كانت شي هالك. شي هالك انا اقسم بالله اتفرجت عليه كله ما قدرتش اضحك مره واحده بس، حقيقي فشلت. ودير ديفل شخصيه دمويه جدا وشخصيه فيري دارك، طلع ان هو خلاص هو جنبها بيبي. عادي جدا وبيبي. يمكن ده انا حبيته في واكاندا فور ايفر،
لان اوكي لما كانت شوري ومامتها اللي هي كوين راموندا، اوكي انا انبسطت جدا. شخصيه كانت مبنيه كويس، هي كانت ست فعلا خسرت حاجات كتير. كوين مرت بحاجات كتير، قدرت من خلالها ان هي تبقى يعني ملكه وشخصيتها قويه، وستيل حاولت انها تعمل حاجه، وستيل بان ضعفها قصاد النيمور، ان هي ستيل كان هي اوفر باورد هير صح عشان هو ستيل راجل، فده كان منطقي. كون ان برضو ستيل الشعوب الافريقيه الستات فيها بتكون ستيل اقوى شويه من الوايت جيرلز بشكل عام، ان هي بيبقوا اكيد طبعا الطبيعه اللي اتربوا فيها مختلفه صح تماما. فكانت منطقيه بالنسبه لي. ولما تشوري عرفت تكسب نيمور، عرفت تكسبه بالسوت العصاره بتاعه الفلاور اللي هي رجعوها وبالساينس وي وي وي، وكانت منطقيه وكسبته بنقطه ضعفه. يعني هي كانت نقطه ضعفه ان هو بيستمد قوته من الميه، فانها عرفت ان اوكي هي تعمل له حاجه تجففه، فكانت منطقيه. وستيل ده مع ان ده فيلم كان ناجح، بس ما كانش ناجح انف. ولما عايزوا ان هم يرجعوا لقوه السوبر باورز، طلع لك هيو جاكمان في ديد بول وولفرين، وفي تاني يوم روبرت داوني جونيور از باك از دكتور دوم. صح. بس يعني خلي بالك هم برضو مارفل نفسهم يقعوا. لو احنا بس فضلنا ثانيه على الفيلم ده، هو الفيلم ده عمل حاجه، وكان ده قصدي فور ايفر عمل حاجه ضايقتني جدا. ايه بقى؟ ان هو اتريق على امباكو، اتريق على اوكي التريق. وعلى فكره، وعارف انا ليه اتضايقت من ده؟ لان ده نفس اللي حصل بالظبط في شي هالك. هم بيبينوا قوه الفيميل كاركتر عن طريق ان هم يقللوا من الميل كاركتر. يعني مثلا في شي هالك قالت لهالك السبب ان انا بعرف اتحكم في عصبيتي هو ان الرجاله بتعمل لي كات كول او بتشرح لي حاجه. بتكلم مين؟ بتكلم حد حد طلقه في دماغه وحاول ينتحر، ماشي، وبعد كده هالك طلع تفها وبتقول له انا اقوى منك علشان في رجاله بتكلمني وحش في الشغل. والفكره في حاجه ان انت المسلسل كله ما بتشوفش ده، ما بتشوفش ده اصلا، ما بتشوفش حد بيكلمنا وحش. المسلسل كله ما بتشوفش حد بيكلمنا وحش، فاهمني؟ هي اصلا كانت وبرضه بتلوزت بيعملوا لما الصحفيين كانوا بيجادروا عليها، كانت بتلوزت وكانت بتعصب يعني هو اصلا يعني، وده من طبيعه الستات اصلا بشكل عام يعني، وده صح ربنا خلقنا كده يعني. صح صح. طب انا اسالك سؤال، شفت دكتور سترينج؟ شفت دكتور سترينج عملوا للاسف. بيت اند سويتش حاجه الوحيده اللي من قرصنه. بس بشع برضه. ليه؟ لان انت دكتور سترينج الفيلم مش عنه، الفيلم عن امريكا البنت التانية. فعلا دكتور سترينج مالوش ارك في الفيلم كله. وعارف ده راي مين؟ ده راي الممثل، اظن اسمه كابر بانش. اسمه ايه؟ كامبر بانش باين. اسمه ايه؟ ديفيد كامبر بانش. يا هو الاسم انت حاجه كده. انت انا حاجه شبهها بس. ايوه هو اللي كان عامل شيرلوك هولمز قبل كده. ايوه هو let me check اسمه ايه هقول بقى؟ لك اسمه عشان هو اسمه بالنسبه لي اصلا تقيل. استنى انا فاتح الانترنت. بنديكت كامبرباتش. بنديكت كامبرباتش. المهم يعني الممثل الممثل طلع قال انا ما كانش ليا بلوت، الشخصيه بتاعتي ما كانش ليا بلوت. وهم دايما بيعملوا حته يعني مثلا شفت فيلم ثور اللي فات مالوش علاقه بثور، بالعكس قللوا منه عشان ثور البنت بشع. والفكره ان هي ماشي، هي فيميل ثور او ايا كان اللي هي جين، ما في الاخر برضو ما هي ماتت برضو في الاخر، او راحت بقى اللي هي فالهالا. يعني وانا لما عملت اصلا ما عليه عملت ريفيو عن عملت ريفيو عن ثور، جالي بقى الناس بتقول لي انت بتقول اله الرعد وانت كده ملحد. يا جماعه هو لا يا جماعه، واحد قال لي يقول لي بدل ما تلخص زعيم الرعد لا واحد بيقول لي بدل ما تلخص المصحف وبتاع. طب انا نوير ان انا الخص المصحف يعني، وده حاجه ثقافه اغريقيه خاطئه مش مؤمنين بيها، بس هو اسمه كده يعني. يعني انت جاي تشطر عليا انا؟ طب ما تشوف في ناس قلعه جوه حضرتك. انت جاي عليا انا ما عملتش حاجه. فاهمك. استنى معلش بس انا قطتي خبط الكاميرا وانا بشيلها. الله. بس انا متاكد ان كله تمام اللام. يلا بينا.
لا بس انت معاك حق الصراحه بس الكومنتات مرعبه طبعا، ها في يعني انت فعلا بتتفاجئ من غباء الناس من الكومنتات. بالكلام عن غباء الناس، لو انت عندك راي يزود للكونفرسيشن حط لنا الكومنت تحت. هنحاول ان احنا نرد طب على اقول الكومنتس لك بشكل حاجه، عام يعني. قول لي. انا كنت بتست حاجه على تيك توك، انا فاشل على تيك توك ده تماما، حاولت فيه كتير بس فاشل عليه خالص. اوكي. مره واحده جربت احاول حاجه ان انا اعمل حاجه مستفزه، فالناس اشوف رياكت الناس عامل ازاي. اوكي. بص هي حركه جدليه جدا، بس هي محتاجه بجنيه ذكاء مش اكتر. تمام. اوكي. ان انت بتروح عند مرايه، بتحط ورقه، اوكي، وبتحط مثلا محفظه قدام الورقه. المفروض ان المرايه مش مش شايفه شايفه المحفظه، المحفظه. فبتصور هو تصور من زاويه، فانكسار الضوء ايوه ايوه انا فباينه في فاهم فاهم. الاثنين، عشان هو الموضوع انكسار ضوء ما بين أيوة. هنا وهنا فعملت نفسي عبيط وبقول هي ازاي باينه وبتاع مش عارف ايه. الكومنتات قالت ايه؟ فكومنتات نصين، نص ايه ده هي فعلا ازاي باينه، انت كده عندك كاميرا ورا الكاميرا شغاله ورا البتاع دي، بقى روح صلح المرايه بقى، في جن لابسها في البيت. ونص تاني بيقول لي يا زكي على فكره عشان انكسار انت ساقط ثالثه ابتدائي على فكره، طب تفتكر والناس مين عماله اذكى؟ تنظر. مين اذكى بقى؟ هو ولا ده هو كان باين ان انا بستهبل، يعني هو صح. الذكي يعني يعني انا الذكي اللي باين ما قوي عملش ان انا كومنت، بستهبل يعني. او اللي او هو هزر اوفر معاك فاهم، رياكتنج. او هزر اه معاك فاهم. اه اما اللي هو ايه ده ازاي، فاللي هو طب حبيبي انت محتاج تعيد تعليمك مبدئيا، صح واللي صح. داخل يشتمني انت محتاج تعيد تربيتك، يعني في واحد عايز يتعلم وواحد عايز تربى. صح. ما عشان كده على فكره خلي بالك لو فكرت فيها منطقي. ليه؟ لان اللي ما يعرفش دخل ادبي فعنده ادب بس ما عندوش علم. دي حاجه هو يعني دي مش عارف ثيري هم سموها برضه، كده دي عشان ثيري دي ثيري. ده بيقول لك ده اتشالوا مواد من ثانويه عامه وحاجات الموضوع غريبه. بص انا عايز ابعد الثانويه العامه ده يعني. بص انا كل يوم بحمد ربنا، كل يوم بحمد ربنا ان انا اتخرجت من الثانويه العامه. احنا مش شرفاء اللي خدوها على سنه واحده. الحمد لله. بس على فكره التيك توك باشا، التيك توك انا ما باشا. لا حتى يعني فكر فيها كده، يعني مثلا لو انت قارنت التيك توك باليوتيوب، فكر فيها. اليوتيوب انت داخل انت عارف انت رايح تعمل ايه، رايح تسمع لمين، انت بيبقى فيه تشويس في الكونتنت اللي انت بتاخده. يعني انت فتحت البيج، انت يا اما بتدوس على الفيديو يا اما انت بتسيرش انت عايز ايه. التيك توك مش كده، التيك توك الالجوريثم هو اللي بيديك الاكسبيرينس. يعني الناس بتحب Yes. اليوتيوبرز بس هم بيحبوا التيك توك، يس فاهمني؟ والمشكله بقى في ده ان أنا التيك توك بيدي لك افكار زي زفت. يعني اعمل كده اكونت تيك توك جديد وقول لي كميه المجهود اللي انت محتاج تعمله علشان ما يبقاش عندك بنات بترقص على الاكونت بتاعك الجديد. ما على بهزرش فكره والله انا خالص. مثلا انا اول ما نزلت تيك توك ايام الكورونا زمان، كان بالنسبه لي تيك توك ده عباره عن ام سوري تو سي بس بنات مش كويسه بتطلع ترقص بتاخد فند من ناس تعبانه في دماغها. أوكي. فانا بالنسبه لي ده مكان توكسيك جدا. بعد كده واحد من صحابي كومن فريند عمر احمد، شاوت اوت لعمر عمر احمد احمد، كمان شوت اوت يا الميوزيشن. عمر. اوكي قعد يقول لي لا يا ابني ده المكان ده للكرييتيف كونتنت كرييترز، والمكان غير كده خالص، انت بس خش واقعد دوس نوت انترستد نوت انترستد نوت انترستد والدنيا عندك هتنضف وهتبقى كويسه. بالظبط. فانا عملت كده، وتيك توك عندي بقى عباره عن كوره وشويه ستاند اب كوميديانز وشويه من المسلسلات اللي انا بحبها. بس انا هسألك بقى سؤال، الولد قول. او البنت ماشي، بس بالاخص الولد، تفتكر الولد اللي عنده 15 سنه لما يجي يفتح تيك توك هيفضل يدوس نون انترستد ولا هيفضل لا يسكرول؟ طبعا، خلينا لا طبعا. صراحه. ولا البنت برضه، ولا البنت برضه. صح. مش عشان حاجه، بس انا يعني بنت شايفه واحده اكبر منها بسنه اصلا، يعني بتتكلم عن حرفيا 15 تلاقي عندها لو مش 16. اصغر، لو مش تمام. اصغر. يعني نفترض بقى ان ايه في اهالي وكده وبتاع والموبايلات قال يعني. لسه ريستريكتد، صح ماشي. صح. وفي فكره ان انت وفي بتعمل تيك صراحة. توك ان ده كيد اكونت، وانا عامل كده لاختي ان هو ده كيد اكونت، فما أوكي. بيطلعلهاش كل الكونتنت ده. 10 من 10. ستيل بيطلع لها خنازير بتشخر بس قشطه تمام يعني. ارحم من صح صح. والله يعني هو ستيب اعلى، يعني هو ستيب اعلى.
ما هي بس بيجز بقى وبتاع، وده اصلا أيوة، صوته أيوة. بس ماشي. انا تمام. فاهم. هتلاقي واحده اكبر منها ب3-4 سنين، والبنت نفسها مثلا في كل حاجه، نفسها تجيب موبايل جديد، نفسها تجيب حاجه جديده لنفسها، ببنت ما بتعملش اي حاجه ليترلي، ما بتعملش اي حاجه، فاتحه مساء الخير يا جولد، مساء الخير يا عبد الله، مساء الخير يا فلان، حبيبي احبك وايد، وهي مصريه اصلا. تمام. وكفو مش عارف كبس وايه كل الكلام ده، ما بتعملش اي حاجه، هي قاعده لابسه لبس بيت بس، خلاص هو حرمه البيت اتكسرت. وما علينا بقى من كل، يعني هنقول ان هي شخصيه كويسه جدا ما بتعملش اي حاجه، فجاه بيخش لها فند سام هاو، فبتجيب بيه عربيه وبيت وي وي وي، فطب هتقول لك وليه لا؟ وكمان طب ما انا اسالك لما سؤال كمان، تخيل انت مثلا ده بيعمل ايه في سايكل البنت او سايكل الولد لما هو يفتح تيك توك، والناس الكونتنت اللي هو بياخدها منهم حرفيا ناس معاقه، حرفيا ناس بتعمل تخلف، او بنت بترقص، فاهمني؟ مع احترامي طبعا رقصات، بس البوينت هو ايه؟ كداب على البوينت هو فكره. ايه؟ طبعا كداب يعني، بس البوينت هو انت لما بتيجي تفتح بتبدا تتعود على المنظر ده، فاهم؟ ترو فعلا جدا ان خلاص تبدا الكالتشر بتاعك تتغير. المشكله مش في الصغيرين، انا بشوف ناس كبار من سني، يعني بالنسبه لهم مثلا حياه سوزي الاردنيه ده شيء مهم جدا، ده بيتناقشوا فيه ديلي، انا مش بهزر والله. مثلا دول بنات عندهم 26 و25 سنه، ايه سوزي يعني الاردنيه دي بالنسبه يا لهم عم؟ دي واحده كانت شتمت باباها في فيديو، وهو كان عايز يطردها، وقالت له هجيب لك حد يسرق الموتوسيكل بتاعك، وحاجه قله ادب حوار يعني، وشتمته دراما شتايم. كبيره. لا، وحياتها بقى وصاحبها، وهي اصلا بنت اصلا لسه كانت في اولى ثانوي ساعه لما اتشهرت، ولا تانية ثانوي. هي تمام، هي ناجحه، شي وينت فايرل سام هاو اوكي. بقله ادب. بس فكره ان هي بقت حياتها ده بالنسبه لهم، ايه ده صاحبها سافر، ايه ده صاحبها خانها. يا جماعه دي بنت في حياتها كواحده في ثانويه عامه، في ثانوي، في ايا كان عدد يعني السنه اللي هي فيها، شيزا تينيجر، واحده مراهقه، كل تفاصيل حياتها اونلاين. دي لما يبقى عندها 30-40 سنه، يعني احفادها هيشوفوا اللي هي ده موجود خلاص، اتس اونلاين. حتى لو انت مسحتيه، اصلا تيك توك بيسمح ان انت بتفضل تشير كونتنت الناس عندك من غير ما كوبي حد بياخد رايت باله. كليم. انت حاجه، اه لا مفيش كوبي رايت كليم. انا ممكن اعمل حاجه من مسلسل على تيك توك ما يجيليش كوبي رايت كليم، ممكن اوكي استخدم فاهمك، ميوزك مفيش كوبي رايتس مش قوي. بتاعتي. اخرهم بيروح مسمي لك الاغنيه دي باسم المغني، بيرجعها للساوند الاصلي بتاعها. وبس كده. بس كم حد استخدم الفويس وهي بتشتم باباها، سواء بضحك بهزار، حد راح مجربها مع باباه، حد راح جربها مع صح. حد من اهله. كالتشر كلها دي بتتغير. برضه تطاول كالتشر كلها بتتغير. جدا وعدلها. يعني مثلا انا مش بشبه طبعا، ما لهاش علاقه ببعض اكيد، هي بنت صغيره، ما لهاش يعني ما لهاش علاقه بده. اكيد. بس في مثلا بنات كانوا اشتغلوا في حاجات زي الحرام. تيم بلس، التيم بلس آه. فيديوز اونلاين. اوكي. اوكي. ودلوقتي بيتكلموا ان هم عندهم مثلا تلاتينات داخل في الاربعينات، مش عارفين يبقى عندهم ريليشن شيب سويه مع ولد، عشان هم ما فيش حد متقبل ان هو يكون معاهم، عشان هم they are exposed online بكل حاجه. ومتضايقين they are acting like ان هم عندهم الدراما، ان هم انا ضحيه دلوقتي، انا كنت بشتغل ودلوقتي عندي 30-40 سنه، عملت فلوس كتير جدا، بس عايز اعيش حياتي كبني ادمه عاديه، محدش قابل بيا. you made your choice, you are paying the price. انت خدتي حرفيا. فلوس كتير مقابل حاجه زي كده، play النهارده انت مش stupid عارفه تبقى games عندك. win stupid prizes حرفيا. بالظبط. they all regretted، بس ان هم بيعيطوا، وان انا دلوقتي ما حدش قابل بيا. اوكي. ففي ناس كتير قوي على بدايه الطريق ده، كتير قوي. لا وبصراحه كمان وبعد 10 انا مشكلتي كمان في تيك توك بجد، ولما بشوف الناس كبير بتتكلم عن الموضوع ده وتريق عليه، بس الناس اللي بتضحي بكرامتها عشان الفلوس، الناس اللي حرفيا بتضحي بكرامتها وبتفضل تضرب في بعض ويشتموا في بعض ويهزقوا بعض. وأسوأ من كده كمان الافكار يا بجد، يعني فكر فيها بجد. انا بدات اشوف دلوقتي على تيك توك مسلمات فيمينست، هي فيمينست اولا ومسلمه ثانيا. اوكي، فبحس انه يعني والله العظيم بكلمك فعلا، يعني هي عندها فلتر اللي هو الفيمينيزم، وبتاخد منه الافكار اللي عجبها. قبل بس ما اكمل الفيديو، لايك، سبسكرايب، كومنت. انا حبيت اعمل بس الحته دي في النص عشان افكرك ان انت تعمل لايك، سبسكرايب، وكمان عشان
مولي قفلت الكاميرا واحنا كنا محتاجين ثانيتين بس ايه نكمل الكونفرسيشن. حابب اعرف رايكم في الكونفرسيشن بشكل عام، وحابب اعرف كمان لو في مواضيع معينه انتوا عايزيننا نتكلم فيها مع مين كمان. وعلى 100 من فكره 10. ده ايه 100 من 10. ما شاء الله اوريلك. بص يا باشا، ده ايس كريم كراميل في الموندز، في الموندز بجد، في لوز بجد وكتير يعني. نايس. سبونسرد أو باي بجد؟ دارا. بجد دارا شخصيه عظيمه جدا، وياما في نماذج ستات عظيمه جدا، بس هي لا لما بس برضو حبت عم تنجح جمعه، عم جمعه الايس كريم بتاعه حلو. بس بص، لما ركزت في حاجه تخص الستات نجحت، عشان هي اصلا في المطبخ. اوعى تنسى اللي أنا قلته أصلاً. طلع ماشي، طب العبط ده بس وحياتي. تعال نتكلم طيب شويه عن الفيمينيزم. بس انت لا استنى انا خلاص بهزر، استنى. استنى. بوم، ايه ده؟ اي حد هيفكر ايه اللي ادبه اهو. اوكي، بغض النظر عن هجيبكم احنا بنتكلم واحد فيه. واحد من بيتكم. يا بجاتو، لما انت بتثريتن الاودينس مش بيرجعوا تاني، بيخافوا يروحوا يتفرجوا على الدحيح. ده اللي هم بيقولوا عليه ملحد بقى. يعني فاهم انت ماشي. مش تنفع يعني انت هتتكلم عادي ايوه، هيتقال عليك لا انت ملحد، هتتكلم بالاصول هيتقال عليك لا انت انت رجعي، متشدد. هتتكلم. انت هو ده فهو البلوراليتي، يا متشدد متطرف يا ملحد، مفيش حاجه في النص. يا ملحد مفيش هو مفيش بني حرفيا ادم. مفيش بني ادم، مفيش اراء، مفيش مولي. لا 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 يا مولي، لا لا يا مولي، لا 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 يا لا موني، لا مش عايز اعيد تاني يا موني. شوت اوت لمولي. صاحب الطنط ولا القطه؟ الاثنين يس، الاجابه هي ايوه. بغض النظر احنا بنتكلم فيه، طيب ماشي. خلينا نتكلم عن الفيمينيزم بشكل عام. انا بلاحظ ان الفيمينيزم ما بجاته ما بتبقاش حريه مرأة على قد ما هي رجاله وحشه. فاهمني؟ يعني هم مثلا بص على الفاليوز ان هم بيقولوها، احنا عايزين الستات تشتغل وتاخد نفس الفلوس، مش علشان يعني هو اصلا خلينا متفقين ان محدش بيشوف ان هم الستات بتاخد اقل يعني، بس هم بيحاربوا الفكره دي. لا بص، احنا محتاجين البنات تكسر اخلاقها وتنام مع اللي هي عايزاه وما يحصلهاش اي حاجه، المجتمع ما يعاقبهاش. فاهمني ليه؟ لان هم مش بيبصوا على الرجاله، هم بيبصوا كمان على الفاك بويز. فاهمني؟ على بالنسبه ايه؟ للحجاب على الفاك بويز. هي بالنسبه اوكي. بالنسبه للفيمينيزم مفيش رجاله، هو في فاك بويز بس. فاهمني؟ وبيهاجموا كمان حاجه زي الحجاب. فاهمني؟ بيبصوا ان الحجاب ده اوبريشن. طب لو البنت عايزه تلبسه معلش هو اوبريشن برضه. يا مولي هو يعني لا. هو لا بهزر، ما كانتش مولي المره دي، بس مش عارف ايه. بس انا حسيت ان هي يعني احنا كان عندنا نكته متماشيه، فاهم؟ بس فكرة مش شايف، انا حتى مش عارف اخش معاك في ايه في الصوت ده ولا. ايه ده؟ ده بيطلع لك انت. ماي باد. ايه ده اللي بيطلع لي؟ بتتكلم عادي. يلا كمل. ماشي، طيب فقول لي طيب، ماشي. انت وجهه نظرك على الفيمينيزم ايه بشكل عام؟ يعني بالنسبه لفكره اصلا الحجاب هو يعني يعني هم literally they are oppressing the girls who choose to wear حجاب. هي حره عايز تلبس حجاب، يعني انت بتقولي الحجاب is oppressing her. يعني فكره الاوبريسنج ان انا اخلي حد يعمل حاجه هو مش عايزها، فانت هي عايزه تعمل ده، فانت ليه بتقولي لها ان ده غلط؟ اوكي طب ده ليه هي عايزه تعمل، هي مختاره ده، اوكي. وده بقى شيء طبيعي وبديهي، يعني all the queens and all the princesses على مدار السنين بعيدا عن ديانات، من قبل المسيحية ومن قبل أي حاجة، حتى قبل المسيحي والمسلم، وده إن الملوك والأمراء والأميرات كانوا بيلبسوا مودست. يعني أنت بتشوف دلوقتي حتى أي برنسس من إنجلترا، بعيدا عن برضو الإسلام، بعيدا لو دولة ملهاش دين، هتلاقي ان الملوك الاميرات الملكات والاميرات بيلبسوا لبس مودست، لبس واسع. they are not allowed ان هم يسلموا بالايد على اي حد. ما ينفعش واحد فين كومنر تسلم على يروح حد يسلم كومندر بالايد. طيب ماشي اوكي. يعني انا بالنسبه لي ان اسلام we treat all our women as queens. مش
يعني هو مش لازم اي حد يجي يعدي يسلم مين اصلا. اوكي. إيه، لا وكمان بس حتى نفس فكر فيها، الفكره. لو هي بالنسبه لها لما البنت بتبين اكتر من جسمها ده بيعلي الفاليو بتاعتها، ده معناه ان الفاليو بتاع البنت ليه علاقه بالجسم، فهم حتى بيناقضوا نفسهم. بس ما علينا. انت مثلا انت شايف الموضوع ده ابتدى ازاي؟ يعني الكره او الفكر نفسه جه منين؟ دي تعبتيني والله. هو الفكر نفسه ابتدى زمان ساعة الحرب العالمية، ان هو كان الرجالة كلها راحت الحرب، فالمصانع والمحلات وكل حاجة وقفت عشان خلاص مفيش رجالة بتشتغل رجاله والستات ميته كانت في او البيوت. بتحارب. ده لسه في اول الحرب ان كله اترحل خلاص، يلا الله اعلم وفي يرجعوا اخرها امتى. اكيد طبعا، طيب يعني ماشي. اخرها كم حد مات طبعا. لا اكيد كتير في الاخر، بس تاني هم الستات تنزل تشتغل عشان تصرف، محتاجه تصرف. الراجل في الحرب ومرتبه هو بيصرفه هناك، بياكل وبيموت وذخيره وبتاع، فلازم عايزين نشغل المصانع عشان نشغل الدنيا، عشان في ناس لسه في البلاد عايزه تاكل، وفي سباكه عايزه تتعمل، وفي لمض عايزه تتغير، وفي كل حاجه عايزه تتعمل. فعلى اساس الستات تنزل تشتغل وتشغل مصانع وتقبض. بس انا مش ضامن ده يعني تعيين مؤقت، انا مستني الراجل الموظف بتاعي الاكسبيرينس اللي انا صرفت عليه تريننج وي يرجع. انا الست دلوقتي بتمشي الشغل بس. فكانوا بيقبضوا باليوميه وبيقبضوا اجور اقل من الرجاله، وكانوا ما لهمش لا حقوق لا تامين ولا ليهم حقوق في الفوتنج ولا ليهم حقوق في اي حاجه. فهو لما ابتدت ويف الفيمينيزم ان هو يا جماعه لا احنا عايزين نقبض مرتبات، يا جماعه احنا عايزين يبقى لينا حق، عايزين لينا تامين صحي. ودي كانت حاجات وده كلها كلام مشروعه منطقي جدا. وطبيعيه بالظبط. وحقيقيه. هو ده اللي ومين حصل مش هيقف جنب ده؟ بالظبط. وده كان شيء الناس كلها وقفت جنبه، رجاله وستات. بس بعد كده لما الرجاله رجعت من الحرب، جزء منهم كبير كان مصاب، وجزء كبير كان اوريدي مات، وجزء كبير حتى لو ما اتصابش اصابه فيزيكال اتصاب في دماغه فما بقاش قادر يشتغل. والحكومات اكتشفت ان طب ما انا كان عندي 50% من الشعب ستات. قاعد في البيت. طيب طب ممكن نشغلهم، ولما نشغلهم هيبقى عندنا عماله اكتر. وادى تايم كانت الستات بتقبض اقل، which عملها دلوقتي ما ارخص كمان. بيحصلش. عماله ارخص بالظبط. وهتشغلي شغل تاني كتير، ما هو الستات هتنزل صح. تشتغل ايكوال، هتاخد لبس خروج اكتر. ففي بقى في براندز لبس خروج وشغل للستات، بقى في نيرسريز بتاخد بالها من العيال من هم عندهم شهر وشهرين وثلاث شهور وحاجات كده. حاجات انا ما بفهمش هم ازاي بيجي لهم قلب يسيبوا طفل في السنه في نيرسري. حتى يقول لك لا ده الكاميرا عليه 100%. ده اوكي ممكن يحصل فيه مصيبه وانت شايفاها على الكاميرا، ده لا وغير هيبقى تروما كده مش الطفل هتنساها. لما يبعد عن امه ده اكيد طبعا الكونكشن بتضعف. في كونكشن قويه جدا ما definitely بين الام 100%. وابنها، وبتخسر ده. ومش بس كده، مش بس كونكشن، الكونكشن دي مش بس ان علاقته بامه هتبقى اقل، لا ده هو الطفل وهو بيتكون احساس الام. يعني لو الام هي ستريسد بتنقل الستريس ده لطفلها، هو مش فاهم حاجه لسه، لا بيتكلم ولا بيحس ولا اي حاجه، جاست فيلينج هيز فيربال ماذر. كيوز، هو نون حاسس فيربال بامه كيوز. جنبه. وهو حاسس بمامته جنبه. ده بيديله بيساعده على النمو، بيساعده على مهارات كتير. لما هي تكون مطمنه ومرتاحه طول اليوم وجنبه، ده هيخلي الطفل نفسه يتكون اسرع، بديهته وذكائه يكونوا اعلى. غير لما يكون متساب اول داي ومامته راجعه له ستريسد لحد اخر النهار. ولسه طبعا احنا ما بنتكلمش بقى ان في بارتنر، احنا بنتكلم ماذر اند تشايلد ريليشن شيب بس. تمام. فده خلى صناعات كتير تشتغل، صناعات كتيره كانتش موجوده تكون موجوده. مصاريف الشغل بتاع، يعني هي حتى لو بتشتغل بتاخد رقم معين ايا كان، ليتس سي هقول 10000، باعتبار ان 10000 ده رقم اسمته سهله. فلا، فهو الرقم ده مش بيور انكم للبيت لو هي بتشتغل من باب تحسين الدخل للبيت. عشان في واقعنا الحالي بالذات في مصر، ودي حاجه تحسب لستات مصر ان هم جدعان، ان هم بيساعدوا جوازاتهم او رجالتهم، ولكن اي راجل مع ان مش دينيا بيقدر هي مش انه محتاجه تعمل ده. شوت اوت للبنات الكويسه. اكزاكتلي اكزاكتلي هي مش محتاجه انها تعمل ده. بس لو حتى فكرنا بيها بالعقلانيه اللي هو لا انا هشتغل عشان اجيب فلوس عشان نعيش حياه احسن، فهو معظم اوريدي فلوس الشغل مصروفه على الشغل، مصروفه من مواصلات، من اكل في الشغل، من حاجات هاثر فيها في بيتي، فانا هحتاج اسدها بالفلوس، زي نيرسري، زي فاست فود من بره، زي حد مثلا يجي في البيت يساعد. مع ان الست ممكن تكون تقدر تعمل ده من نفسها في البيت.
ومع ذلك بيأثر على حاجات كتير بقى عمر الفلوس ما هتشتريها، زي تكوين الطفل ده. لو انت حامل وبتشتغلي فانت هتكوني ستريس جدا، فده هيأثر على ولادتك وصحتك، هيأثر على صحة البيبي. ومع لما الطفل يتولد فانت ستريس دايما، فانت مش واخده بالك منه 100%. لما تكون مسؤول عن روح طفل انت محتاج تعرف 24 ساعه من حياته ايه اللي حصل فيها، مستحيل تعرفها في الخمس ست ساعات اللي انت هتقضيهم معاه. انت عايز تعرف 24 ساعه هو راح فين واكل ايه، وبالذات لما يكبر صاحب مين في المدرسه، مين بيضايقه مين مش بيضايقه، حصل له ايه. لازم يكون في العلاقه دي بتتبني من هو nothing. هو هيطلع ايه ده طفل مش بيحب مامته. طب ما هو في حاجه اوكي ازاي يعني بالظبط؟ ما هو يعني فانت بعيده عنه. في فرق بين الراجل بيجيب بيت او شقه، الست بتخليه بيت او بتخليه يعني هوم، هي not just a هوم house. هاوس الراجل بيجيبه، هوم الست بتعمله. exactly. ف يعني غير كده احنا روم ميتس. انا صح. بنزل اشتغل وانت بتنزلي تشتغل، والواد بينزل النيرسري. انا وانا راجع من الشغل بجيبه، او انت وانت راجعه بتجيبيه. بنرجع بنحطه قدام التلفزيون، كائن هو بس محطوط كده هناك على ما نعمل الاكل او ناكل او نتخانق او نحكي لبعض ايه اللي حصل في يومنا، والطفل مرمي بره. او ما يحصلش بينا ده، فطبعا احنا ما بقيناش كابل اصلا، ما بقيناش في حياه، احنا بقينا ناس مأجرين اوضه. احنا مأجر الاوضه دي، حضرتك بتنامي هنا، جنبك ده جنبي، ده نص دلابي ده دلابك، ما تجيش ناحيتي ما تجيش ناحيتك. والواد الصغير اللي هناك ده بقى ايه، نشوف مصاريفه هنمشيها ازاي. وبقى ما بقاش بيت، بقى حاجه الزاميه تقيله. بقى شقه ايجار روم ميتس. صح مش شايفها غير كده. انا صراحه تمام بص، لكن الفيمينيزم بتحب تهاجم الجندر رولز قوي. بتحب يعني مثلا من الحاجات مثلا اللي بتجنني صراحه، اللي سي توم داد مثلا، راجل متجوز مخلف قاعد في البيت ومراته هي اللي بتنزل تشتغل. انا بالنسبه لي ده جنان، حرفيا ده بالنسبه لي جنان والله بجد. فاهم؟ ولا ومشكله بس انت لو انت بتكره او بتهاجم الفكر ده، المشكله فيك انت المشكله. فاهمني؟ وعلى فكره حاجه هتحصل، مفيش ست هتكون بتصرف على راجل مش هيقل من عينها رجولته. صح 100%. صح. اوكي، هي لو شاركت بجنيه هي خلاص، هي بقت حاسه ان انا بشارك بجنيه، اللي هو انا دفعت كذا فانا دفعت كذا. مع ان ممكن مثلا هي لسه هتدفع 1% 10%. هو في الراجل المفروض يدفع مثلا 90%. حتى لو 50 50 هو عمره ما يقول انا دفعت 50%، بس عمره ما يقول انا دفعت 90%. بس هي هتقول انا دفعت ال 10%. صح. وهتفضل بالنسبه لها انا دفعت هنا. خلاص انت بقيت سوري في الكلمه، انت عينك مكسوره، انت اوريدي ايوه خلاص هي الجندر دافعه رول معاك في اتكسرت. البيت. فانت فاهم خلاص، انت وانت وده بتاكل وده الزبادي. مش اللي هو ايه مثلا في بنت بتساعدك في البيت، الموضوع مختلف خالص. اللي انا بتكلم فيه ان لو انت دلوقتي انت هقول انت مثلا متجوز واحده، اوكي، وانتوا بتصرفوا 50% ماشي، بجد والله، في حاجه من الاثنين، اوكي، يا اما انت معكش تصرف 100% ولسه بتبني نفسك، عندك مشكله، ده متفهمينه طبعا، فاهمني؟ بس لو انت معاك تصرف 100% وهي معاها تصرف 100% وانتوا الاتنين متفقين ان انتوا تصرفوا 50-50، ده معناه ان مفيش قائد للبيت، ماشي، مفيش يعني مفيش ادوار. يعني الراجل ليه دوره والست ليه دورها، فاهمني؟ كل واحد ليه دوره كل حد ليه دوره. لما انت الادوار تبدا تبوظ، الاسره بتبدا تتشكك. ولما الاسره تتشك او تبوظ او تقع، يعني الدوله من مدن، والمدن من حي، جمع احياء، اوكي والاحياء كنت من 2016 عمارات، صراحه. والعمارات من اسر. لو انت كسرت الاسره انت كسرت المجتمع، ولو كسرت المجتمع خلاص. يعني مثلا بص على امريكا، نسبه الطلاق عندهم عاليه جدا جدا. على فكره برضو ده بيخلي ان الحكومه دلوقتي بالنسبه لهم بالذات هناك، يمكن ده مش بيحصل عندنا، ان انت عندهم ان الحكومه هي اللي بتقوله لك هو اللي انت بتصدقه. بس خلاص كده. اصل انا ما عنديش رول في البيت. انا بالنسبه لي الاثنين دول الاثنين بيصرفوا عليا وما لهمش حاجه عندي. انا لو بابا حرفيا زعق لي انا اطلب له البوليس. انا انا همشي. لو ماما انا همشي. اوكي، انا الدوله لو ماما تديني عاملتني لون. وحش ما تجيش الفرح، اضربها، بس كده ادافع عن، لو ضربتني ادافع عن نفسي. بس خلاص، وانا حر وهي حره صح. وكلنا حرين في الحياه. وفي الاخر
اللي الدوله هتقول لك هتعمله، لان انت واخد قرض من الدوله عشان تتعلم، انت واخد قرض من الدوله عشان تتجوز، انت واخد قرض من الدوله عشان تعمل كل حاجه في حياتك. فاللي هتقولوا لك الدوله هتعمله، لان انت ما فيش حد في البيت هو هدلك الاسره اوريدي، وده بيحاول يوصل هنا، ولكن طبعا باختلاف المفاهيم، باختلاف الناس اللي هو خلاص بقى طفل فعلا بجد عنده 15 16 سنه، هو مش فارق معايا ايه يعني يا بابا، بابا عايز يضربني بقى، انت مش حقك تضربني وبتاع مش عارف إيه. ماشي اوكي، هو الضرب غلط تمام، بس فكره اللي هو لا، ما انت ممكن تفضل دايما خايف من اهلك ان انت في عقاب ممكن يحصل. ما هو انت يعني لو انت يعني بيقول لك ان امنت العقاب اسأت التصرف، يعني انت عارف ان انت ما لازم يكون في فير من شخص، سواء اب سواء ام سواء اخ اكبر، انا سواء اي انتيتي تكون لي خوف ان انا لما اغلط هتعاقب، صح. وده بيخليني ما اغلطش. فلو يا اما انت يبقى عندك انت حاجه زي اكنك مدير نفسك، ان انت امم انا مش هغلط انا ماليش بس ده كبير. مش عند طفل عنده 3 سنين، مش عند صح طفل عنده 15 صح سنه. ده صح. ده بيني عند ناس عندها 30 و40 و50 سنه، وفي ناس في العشرينات كده، بس مستحيل يكون عند حد مراهق، ولو موجود فهي حالات قليله جدا، ومش هو ده القاعده. فاحنا بنتكلم على القواعد. فاحنا امم كل في راجل مشلول مراته تصرف عليه، في راجل دخله مثلا مش كويس مثلا، بس هم يا ومراته بجد بتصرف مش عليه هي. عايزين ده. عارف هم عايزين ايه؟ بجد والله هم عايزين الستات تبقى زي الرجاله والرجاله تبقى زي الستات. حرفيا هو عايز الراجل كل شويه الكلمات اللي بيقولوها ايه، بتستخدم كلمه vulnerable. فاهم؟ عادي لو عيطت، بس الحقيقه في حاجه، الرجاله vulnerable هي الرجاله vulnerable اللي دايما بتبين مشاعرها هي الرجاله اللي بتعمل مشاكل. فاهمني؟ يعني لما الراجل بيضرب مراته، هو بيضرب مراته ليه؟ عشان هو ما عندوش سيلف كنترول. بجد. True. يعني True. دايما خاف من الراجل اللي عمره في حياته ما بيتعصب. فاهمني؟ الراجل اللي عمره في حياته ما اتحط في موقف خناق. ليه؟ لان هو ما عندوش الادوات اللي يخليه يتعامل مع الغضب. فاهمني؟ هو مش لو ما هو غلطش، هو ما اتحطش في الحاجه اللي تخليه يغلط. حرفيا هو انت ما اختبرتش. exactly. فاهمني؟ يعني انت تخاف من لو حد مسالم ماشي وحد غير مؤذي. الشخص المسالم احسن من شخص غير مؤذي، لان الشخص المسالم قادر على الاذى. الشخص غير مؤذي انت لا. انت ولا حاجه. ليه؟ لان انت الله اعلم بقى لما تبقى مؤذي هتعمل ايه. انت عمرك ما الله كنت اعلم في لما البوزيشن تبقى ده. قادر. بالظبط. بس تعال نرجع بس لحته الفيمينيزم بشكل عام. انا اللي انت بتقوله في اللي هو فيرست ويف ده انا متفق معاه، وكل الناس تقريبا كل الناس متفقين ان الستات المفروض تشتغل عادي. ازاي ده بقى؟ ده بيتحول للرجاله وحشه، وتعالى نشرب كوبايه واحنا مكتوب عليها مان تيرز، وفاهم يعني ازاي؟ ازاي بيتحول ده لكل الرجاله وحشه، كل الرجاله خنازير، كل الرجاله مغتصبه. فاهم؟ وعلشان كده بقى تحرري، وعلشان كده بقى اشتغل انتي، وعلشان كده بقى. فاهم؟ بص الشيفت ده بيحصل ازاي؟ يمكن الشيفت ده برضه ممكن ما تلاقيلوش ماسكه قوي، ولكن هو حصل ان فجاه خلاص هي بقت شايفه نفسها بتشتغل، وهي مم. شايفه نفسها ان انا خلاص انا اقدر اعمل اللي انت بتعمله، which is not true. في ستات تقدر تعمل الرجاله بتعمله، بس مش كل الستات تعرف تعمل الرجاله صح. بتعمله. مليار في في المية. ستات عظيمه جدا وساينتست اذكياء جدا صح. وعباقره جدا، وناس عملوا انجازات حرفيا. رهيبه في الرياضات وفي العلوم وفي الحاجات السياسيه وي 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 بس let's say ان ده مش عايز 10%. اقول اسم. 10% من البنات. لا 3%، و3% من الرجاله برضه. صح. بس الرجاله فيزيكلي ديزايند ان هو يعمل ده، الستات فيزيكلي مش ديزايند ده. وهقول لك على حاجه فليتس بصراحه سي برضو، ان الناس ما عندهاش مشكله ان هي تابيوز الراجل شويه. والراجل ما عندوش المجتمع بشكل مانع عام. انه يجيت ابيوزد شويه. حرفيا حرفيا معاك حق. يعني يعني انت عندك توليرنس مش موجود، يعني التوليرنس اللي عند الراجل في استحمال التعب الجسدي اعلى من الناس. اكتر من الست. فاهم؟ هم اعلى مننا واللي كنت صراحه في اقول لك الامراض انه والوجع يعني بصراحه يعني. لما بيجي عادي لي تلاقي برد فاهم. بحس خلاص ان انا فاهم. بس لو طعنت عادي. فاهم؟ يعني لو طعنت ممكن عادي. فاهم؟ بس لو جالي برد خلاص انا بحتضر. خل... خليني اكمل لك الحته بتاعت ان في اتفضل اتفضل. واحده مثلا ليتس سي يا سيدي مش عايز اقلل من اي حد في اي حاجه هقولها، بس انت واحده ما عملتيش اي حاجه في حياتك، ولا خالص ما عملتيش اي حاجه، انت بالعافيه رحتي المدرسه بتنجحي ب 51% كل سنه، تمام. انا عايزه كاريري
كارير ايه يا ماما انت، ما احنا منجحينك بدرجات الرأفة. واحده تقول لك ما بتعملش اي حاجه في حياتها، انا استحق كل شيء جميل في الكون. طب حضرتك عملت ايه؟ الستات دايما عندها فكره ان هي بتستحق كل حاجه لا من غير ما حقيقي. تعمل حاجه، وده حق ربنا اداهولنا. اوكي، اداهولها هي ان انت تستحقي حد يصرف عليكي، سواء باباكي، اخوكي، جوزك، وهكذا، ابنك. كل دول المفروض انت ملزمه منهم ان هم يصرفوا عليك. بس اوكي في مقابل، طب جاست انت عايز تعملي دور الراجل، اوكي تمام خلاص. ما انت دلوقتي عايز ما تيجي دور مالكيش الحق. الراجل ما بيستحقش. الراجل ما بيستحقش اي حاجه غير لما بيعمل حاجه. انت ما صح، تستحقش اي حاجه كويسه غير لما معاك تبروفايد حق، حاجه. معاك حق. انت النهارده، لو النهارده البنت المفروض احنا في ديت انت تصرف عليا، فانت خارج معايا النهارده في ديت ان انت تدفع لي، اوكي شور تمام اوكي. انا النهارده عشان اجي اخرج الديت ده لازم اكون عندي القدره الماليه ان انا اخرج الديت، فانا صح، عملت حاجه عشان اقدر الديت، بس انت بالظبط يو ار كده. جاست ا جيرل. صح. تمام. وهقول ف لك على حاجه برضه، تمام. ودي مش حاجه وحشه ليه بقى؟ لان يعني انت الفكره اللي احنا لما بنقول الكلام ده انا مش بهاجم البنت، معلش البنت مش عايزه تخرج مع ولد وتصرف عليه اكيد. بجد فعلا. يعني البنت مش عايزه تصرف، هي البنت عايزه الرول بتاعها، فاهمني؟ ومثلا برضو يعني مثلا لما تلاقي مثلا بنت متمسكه قوي بالكارير بتاعها، عارف انا نصيحتي الولد مثلا خطيبته بس عايزه تشتغل، عارف بجد نصيحتي إيه؟ سيبها تشتغل. مم. والله عظيم 6 شهور هتتعب، في ساعتها انت بقى بالطريقه لا. دي ايه رايك تسيب الشغل؟ هتقتنع. او هو هيتعب، هو او ده هو حقيقي، بس او هيتعب هو يعني. هيتعب. بس فعلا بص، اغلبيه البنات بالنسبه لهم الشغل هو حق، اديني بس الحق اللي انا اشتغل الكتيفلي لو انا عوزت في يوم من الايام. بس في حقيقه هم ما لا، بيحبوش الشغل. عارف ليه؟ عشان احنا ما بنحبش الشغل، ما حدش بيحب الشغل. محدش بيحب الشغل، محدش ايوه بيحب والله الشغل. بجد فعلا ما حدش بيحب الشغل. يعني جت فتره كنت عبيط وكنت بحب الشغل، بعد كده اكتشفت ان ده مش حاجه حلوه. ايوه بجد يعني كل شهر. لا يا لا لا هو في اجازه اخر السنه؟ ما ينفعش اروح. وانا كنت بتضايق واقول له بابا يلا نرجع من الساحل وبتاع، انا زهقت وكده، انا لا ستيك لا لا. جزمه دلوقتي. والله العظيم كل يوم كنت قاعد متضايق مثلا وانا قدام البحر مثلا، يعني بتمناه دلوقتي. بس بجد الصراحه انا لما بقيت ابص دلوقتي على الجامعات ماشي، خصوصا بقى في البي يو سي والاي يو سي، وبرضه عندنا شويه في السي اي سي، يعني شات اوت للسي اي سي. لا مش بيدرسوا صراحه كلام بصراحه بايظ. لا، مش عايز تشات اوت السي اي سي. شاوت اوت للسي سي عشان نزلوا لي بوست ان انا اشتغلت في المكان اللي انا شغال فيه دلوقتي، مش هينفع. شات اوت السي اي سي عشان لما انا كسبت مشروع التخرج ما حدش قال حاجه. انا مش مسامحكم، ماشي. انا بيتي جدا. لا بهزر، مش انا فارق معايا الموضوع انا ده مشروع يعني، تخرج. بس ما علينا. المهم يعني ماشي. بغض النظر، بقيت اشوف مثلا كتب بجد والله بتتكلم عن الفيمينيزم، وبتتكلم عن الجندر. جندر ايه يا جدعان اللي احنا محتاجين كورس فيه في الجامعه؟ سوشيال ساينسز ايه؟ معلش والله بجد. جندر رولز ايه اللي انتوا بتدرسوها في الجامعه؟ ايه الاهميه بتاعت الكلام ده؟ بجد والله فعلا. هو عشان الموضوع ما بقاش باين، وعشان ما بقاش في اسره، وعشان ما فيش حاجه بتبين ده بشكل واضح. في ناس صغيره دلوقتي ما عدتش على فتره اوائل الالفينات والتسعينات ان هم يشوفوا الحياه كما كانت لالاف السنين. فهم صح. فجاه اكتشفوا ان الدنيا اصلا هو مفيش حاجه، هو احنا ايه. هو في اجيال فعلا مش عارفه اللي احنا مثلا بنحكي لهم فيه، مثلا ان انت زمان عشان بجد ان انت تستأذن اهلك ان انت تخرج، ان ده لا، وعايز بقى هنرجع 7 ومش عارف ايه الكلام ده. بالنسبه لهم طبعا اوهام العيال دي. يعني انا لسه راجع من الشارع من شويه، لا هو في عيال وصلوا وانا يعني انا راجل كبير، هو عايز الساعه 11 اروح انام. هو في عيال كانت بتوصل، عيال صغيره بجد، يعني هم مناظرهم ونازلين من اوبر، فهم غالبا معهمش عربيات، يعني هم they look اطفال rich. فهم اطفال. فانا يا جماعه الاماكن كلها بتقفل دلوقتي 12، هو انتوا جايين فين؟ فعيال صغيره مسبوطات في بنزينات، واحد فيهم مثلا معاه عربيه 7 قاعدين في الشنطه معاه. هو اهالي العيال دي فين؟ يعني انا يا جماعه انا بجد والله العظيم انا شايف الموضوع اكبر من كده. انا شايف ان انت مثلا حرفيا داخل على حرب فكريه فيها حته ال LGBT، يعني بجد والله. بس انت اغلبيه بيوت مصر مش مؤهله ان انت ابنك، وانت دلوقتي كأب ابنك
يجي يقول لك بابا انا شاذ، او بابا انا والله العظيم بابا انا بحب الولاد، او بابا انا فاكر ان انا لا، بنت. فعلا ما فكر هو فيها ده. بجد، مش بص مؤهلين انا لده. اكيد مفيش حد مؤهل لده، لان هو ده يعني هو ده اصلا ما ظهرش عندنا. ولما ظهر انا شايف من وجهة نظري ماشي في ناس عندها حالات تعب فكري ودول محتاجين يتعالجوا، تمام، وفي حالات اكتر بكتير هم بيبحثوا عن التميز. انا النهارده في ولد ايه ده اللي بيلعب كوره في الفصل، ده اللي جامد جدا، ايه ده اللي بيقف جون، ده اللي جامد جدا، ده بتاع البنات، ده بتاع ايوه الباسكت، ده بتاع الكاراتيه، ده بقى بتاع ده اللي الولاد. بيحب الاكل. ده بقى انا مش لاقي، انا مش مميز في اي حاجه، ايه ده، لا خلاص مم. انا اقول لك. انا ولد انا اصلا انا انا بنت. كنت جلدة انا كنت جلد انا كنت جلدة حنفيه زمان وانا صغير اصلا. لا، خلاص. هو طفل، ده حقه، حق مم. الطفل دايما ان هو بيبحث عن الاتنشن. طيب انت اوكي دلوقتي الاتنشن ده بقى موجود بصيغه ان انا مختلف، وان دلوقتي يبقى في ناس بتعترف بيا بره، عشان بره اوكي. دول حلوين واحنا هنا في مصر متخلفين. ده عقدة فكرهم دايما الخواجه. اللي بيتقال لنا. بيتقال في المدارس، في مدرسين بيقولوا بره الدنيا كذا وفي مصر. الدنيا يا حلوه حبيبي احنا طب هنا انت عايش وحشين. في مصر. طب انت بتعلم لده ايه؟ انت ما ده هيطلع يكره البلد دي. ده بكره لما انت تبقى انت راجل عجوز كبير كده ومحتاج حد يحارب مكانك او ده حد يدافع هيمشي عنك، هيسيبها. هو ده هيسيبها ويمشي وانت مش هتعرف تعمل حاجه. خلاص هو الموضوع مم. كله 30 40 سنه وخلاص. كل اللي عنده صحه دلوقتي مش هيبقى عنده صحه، وخلاص الله اعلم اللي جايين دول هيبقوا ايه. صح. فهو شايف ان بره في ناس متقبله، وزي مثلا مسلسل زي 13 reasons why، مسلسل عن شباب في المدرسه. مم. فدلوقتي كان فيهم واحد مميز ان هو كده، وواحد تاني طلع كده، وواحد كان عادي وقلب. فهم ابتدوا ايه ده، ده significant، ده مين كاركتر عشان هو كده. لكن في صح. كتير قوي عاديين عاديين عادي. انت في المسلسلات الافلام دايما هيركز لك على الكاركترز، يا اما يعمل حاجه مميز فيها الذكي، يا اما هو في حاجه الخجول، معينه. يا اما في حاجه معينه فهو عايز يبقى مين كاركتر. طب اقول كل لك على الناس حاجه بتقول له بجاتو، انا مش قادر افتكر مسلسل واحد امريكي ما فيهوش حد شاذ والله. ده من يعني من كام، من زمان 2000 بقى، مثلا ممكن زمان. من 2016 مثلا. خلاص الموضوع بقى خلاص معانا، بقت في خلاص بقى معانا رسمي. والنتفليكس تيرمز اند كونديشن هو لازم يعمل لك سين عيب. لازم 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 تشوف بوس، لازم يعني تشوف قرف، لازم تشوف فاهم. البوس بقى يا فاكر سيدي زمان، عارف وانا طفل لما كنت اشوف اتنين بيبوسوا بعض كنت بعمل كده، كنت ببص انا برضه مش فاهم. شايف. بس يعني كنت بغطي كنت بغمي عيني، كنت بعمل فيها بغمي، بس كنت ببص. بس كان عندي نوع ايه اللي هو لا ده غلط، انا عارف ان انا بشوف ده غلط. دلوقتي حرفيا الاطفال بيشوفوا حاجات معينه. يعني فاكر انت ذا بويز؟ عارف ذا بويز؟ كانوا عاملين عارف مسلسل ده بوي. اسمه جنريشن 5، وجنريشن 5 البوستر بتاعه كان حرفيا على الكباري في مصر. جنريشن 5 فيه كاركتر باي سيكشوال، ماشي، جندر فلويد، ماشي، نون باينري. اوكي يعني هو ولا راجل ولا ست، بس معجب بكله، معجب بالراجل والست، ماشي. هو كان الين كده ماشي. وفي الفيلم قاعده بتقول عليه they them، ومش بتقول عليه هو، بتقول عليه they them. فاهم. ايوه كان في فده برضو بوستر راح كرتون كده للاطفال. بتاع بقرة. كان في كمل كمل. كرتون بقرة بيقول لك كده، بقرة بيقول لك مش عارف انا ايه وبتاع، I identify as they as them. اللي هو يا جماعه ايه العبط ده؟ يا خلاص ده جماعه بقى ده بيتهاجم كرتون الاطفال حرفيا. خلاص. هو ده بقى التارجت اودينس الجديد طب بتاعك، باز خلاص يطير، الكبار. باز يطير كان في كاركتر جاي. ما بتفرجش عليه بصراحه، انا ما بحبش اتفرج ولا على انا حاجات الصراحه. بص هقول لك على حاجه قرصنه يا عامه برو، بشكل عام. طيب انا عايز اقول لك ان في حد في مصر بيحارب حرب احنا لا نعلم عنها اي حاجه. في واحد في مصر بيقعد والله العظيم بجد، في حد في مصر انا مش عارف اخدك جد. والله العظيم لا على فكره مش بهزر. ليه بقى؟ لان في حد في مصر مسؤول ان هو بيبان الافلام اللي فيها ال جي بي تي، والله بجد. والشخص ده احنا محدش عارف هو مين، بس الشخص ده فعلا بيمنع كل الافلام دي. مفيش فيلم بيعدي كايه، كافلام اللي ال جايه جي بي من تي هوليوود مثلا، في شواذ او حاجه زي كده، اللي جايه من امريكا، جايه من بريطانيا، كل الكلام ده. ماشي. ما في الرقابه المصريه عندنا على الحاجات دي، ايوه على في ناس الافلام بقى في الرقابه والمسلسلات. بيحاربوا حرب احنا يعني مش شايفينها. ماشي اوكي، هما بيشيلوا افلام معينه، ما هو ده اللي خلى افلام مارفل ما تنزلش عندنا. بالظبط. ان احنا كان في افلام مارفل رفضت ان حتت معينه تتقص، وقال لك احنا الفيلم رفضنا مش انها هيتعرض تنزل، ناقص، واحنا بس رفضنا ان احنا نعرض الفيلم. ده ماشي اوكي. مارفلز باين صح اسمه؟ لا ما كانش مارفلز، على اسمه ايه؟ ذا مارفلز دكتور سترينج اتعمل نفس اللقطه. لا بس في كان افلام ناس كتير كانت كده. معينه
كان ايه، كان هم الناس اللي شبه الباور رينجرز دول اللي موجودين في فيلم مارفل، الفيلم الغريب بتاعهم ده ايترنالز. ايترنالز. يس. شفت انا عجبني اللي انا ما قلت هو باور دي رينجرز امتى كانوا عاملين. الفكره ان هو اصلا ما هو يا جماعه ما الافلام اتجابت، الناس بالظبط. اتفرجت على الافلام، وفي بالظبط. يوتيوبرز سافروا وعملوا كونتنت ان هم اتفرجوا على الفيلم وستيل حقهم برضه، انا مش شايف حاجه غلط. بس صح. عامه في حاجه في فيلم ديد بول كانت قاتله. قال لك في الاخر لوف ولوف ايفري ون، وكان فيها علم للكيان البتنجاني، وكان فيها ريمبو كده، وعدت كده لقطه كان بادج ملزوق على العربيه مستخبية ومحدش خد كده باله منه، م. خبيه جدا بقى، وحاطط لك هلال وصليب. يعني هو برضو ايه، مش قال لك ايه، قال لك ما احنا ماشيها جنرالايزد قوي، اللي هو دي نجمه داوود في الاخر. ما هو برضو ستيل هم خلوا احلى حاجات، يعني نجمه داوود ده نبي، صح خليتوه رمز الحاجه زي القرف. زي تمام. زفت. الرينبو مظهر جمالي خلاب الناس لما بيطلع من شافته في البريزم اول بني وجاي من ادم. الضوء. يعني تخيل، لا قبل البريزم، تخيل اول بني ادم كده بعد ما الدنيا مطرت وشاف رينبو كده وكان مبسوط، يا لهوي ايه ده. صح. تخيل اول بني ادم كان مبهور ازاي انه شايف الوان كده فاشيه في السماء الوان في لوحدها، السماء خلوها حاجه حقيره وعصافير جدا. بقى حواليه، فاهم؟ عشان الدنيا لسه يعني المطر لسه واقف، فالعصافير بتطلع، فاهم؟ هو موقف خلاب. طب تعالى بس اقول لك واحده حلوه. ال جي بي تي كيو مش عارف بلس بقى، هم عملوا بلس قال لك خلاص بقى، لان هي كانت زمان ال جي بي تي كيو. بالظبط. لا اي حد بقى جاي، اي جلسه فاهمك، حنفيه فاهم. معانا جاي. اي بي ف سي دي، فاهم؟ لا استنى، فال جي بي تي ماشي كيو اوكي. لا اوكي، البي بقى دي معناها ايه؟ باي سكشوال باي ايكوال ان هم برو. تو جندرز بس. بالظبط. فانت ما ينفعش انت في نفس باي الجمله دي تقول بتقول ان ان هم انت اتنين. باينري ونون باينري في نفس الجروب، فاهم؟ احنا اقول لك على معانا حاجه بصراحه. بص الفكره في حاجه، ان انت ما ينفعش توصف نون باينري من غير ما تثبت ان هما اتنين. عشان انت قلت ايه نون باينري، قصدك على ايه؟ ميل وفيميل، فاهم؟ يعني هو حرفيا يا برو هم ما عندهمش القدره. بس ما علينا، انا صراحه شايف ان في حرب فكريه فعلا. شايف انا شايف ان انا عيالي هيبقوا كويسين، بس احفادي الله اعلم. والله بجد الله اعلم. احنا بنتهاجم فكريا، بنتهاجم كل شويه. الميديا كلها فيها شواذ، الميديا كلها فيها ناس بتقلب، الميديا كلها كل فيلم كل لعبه كل مسلسل فيه الافكار دي. انت بتعتاد المظهر خلاص. زمان اصلا لما كان حد يطلع كده في فيلم ولا حاجه ايام زمان، فاكر فيلم هي فوضى مثلا، لما جابوا اللي هو الولد اللي كان بيرسم لها التاتو ده، المفروض ان هو ايه بتاعه مش عارف ايه، هو كان ريج في اتجاهه وضربه، وكان اللي هو اطلع بره انت بتعمل ايه هنا بتاع. مثلا لما ده جه مثلا في حاجات اقرب شويه، لا ده هاني. انا عارف ان هو اصلا الموضوع كان ما فيهوش حاجه، بس هو موضوع عاش وبتاع فكره دهاني ما كانش ليه علاقه اصلا بان اللي هو جاي او حاجه، بس الناس برضو خدتها ان هو فهمتها خلاص. الناس دماغها لما هي قالت دهاني باعتبار ان هو صديق ما فيهوش مش جاي يعني او كده، الناس خلاص اول ترجمه جت في دماغهم ان ده جاي، هاني ده جاي خلاص. في ناس في مسلسلات حاليا خلاص الموضوع بقى فيه يعني تقسام هاو ده في حد كده. الموضوع جه في عمارة يعقوبيان زمان، كان شخص نكرة، كان شخص مستخبي، حتى لو اللي حواليه عارفين فهم قرفانين منه. صح. فدلوقتي بقى الموضوع متقبل، اللي هو انت حقك، انت براحتك. لا بس هو عارف انت دلوقتي يعني حتى في مجتمعنا يا برو، يعني مثلا حاجه زي مثلا البروناونز اللي محطوطه على انستجرام، بجد والله. يعني انا مثلا لما بشوف مثلا ولد حاطط هي هم على انستجرام، هل انت شايف ان انت مش راجل كفايه ان صورتك تعرفني ان انت هي هم؟ هل انت احتاجت تعمل لي ما بين قوسين انا راجل؟ ممكن مثلا لو اسمه علاء مثلا، فحد خايف يعني يطلع حتى لو علاء صورت يعني يعني وشك هيعرف ان حاطط صورته مع مراته مثلا، فنقول ماشي هي هم انا علاء على فكره، دي مراتي وده انا، ولازم تاخد صوت شويه هو بيقول. لكن لا يا واحد اسمه مثلا عبد الصمد، مش يعني ديفينتلي دي مش بنت، انت مش محتاج خالص، ينفع. بس انا اظن يا بجد ان ده ليه علاقه شويه بان الناس
يعني انا حاسس ال LGBT ده انتشاره في شكل عام دليل ان انت عندك المجتمع الدولي كله، احنا وهناك وفي مصر وبره، بقى المجتمعات بتاعتنا المينتاليتي بتاعتها ضعيفه، بقينا عقليا ضعاف، بقى في زي منتال فراجيليتي، فاهمني؟ ومش بس في موضوع ال الموضوع ده LGBT. يعني ال HD هو ال HDTV. مم. اه لا، حاسس ان انا هكنتلنا كذا مره يعني. يعني انا قشطه بس عادي انا يعني. عادي. المنتل فراجيليتي دي كمان مش جايه بس في الفكره دي، لا هو في اي حاجه. وخلاص الناس بقت على طول بتتكلم ان هو انا تروماتايزد من ايه يا انا عندي ابني؟ سوشيال بابا انكزايتي. شخر. عندي سوشيال انكزايتي. ليه ما بتكسف؟ طب ما انت بتتكسف عادي، ما بقتش وسط الناس. سوشيال انكزايتي. بالظبط. اتعامل مع ناس، حط نفسك في بالظبط. كوميونيتيز كويسه، هتبتدي الموضوع يروح يعني عادي. يعني مش عايز اقول كيسز عشان الناس ما تعرفش نفسها، بس لا اعرف ناس كان يعني اتشخصت بسوشيال انكزايتي ودخل تعامل مع الناس خلاص الموضوع راح. بقى. والفكره بقى كمان في ايه، ان هم بقت كل حاجه يعني. بص انا مولود باي دي اتش دي، تمام؟ انا عندي ورق من مدرستي، انت اوكي؟ هقول لك والله عادي، ورق مدرستي الناس كلها بتقول لامي مثلا، كان المدرسه بتاعتي كانت بتعمل ريبورتس للامهات، ماشي؟ فكل الناس بتقول طفل كويس ولكن بيسرح، طفل كويس ولكن مش مركز. فانا عارف الموضوع ده وانا طفل، اوكي؟ مم. بس انا ما بطلت انت اقول انا عندي اي دي اتش دي. ليه بقى؟ عشان انا مثلا كل ما اتكلم مع حد، انا عندي او سي دي، انا عندي اي دي اتش دي، انا عندي بي تي اس دي، والله العظيم بجد بقت ده محور شخصيه الناس. انا عندي الحاجه سي. المميزه فيه انا عندي اي وسي، انا عندي اي 3 حروف. انا انا عندي جي بي تي، انا عندي بي ام دبليو. انا اي حاجه 3 حروف على انا فكره عندي حلوه. اتش اي في. لا اله الا الله. مسافه بس كده، سوشيال ديستانسينج بقى لو سمحت، عشان انا بارانويد انا من عندي الامراض. بارانويا. يعني يا لا فاهم صراحه انا الناس، انا حاسس يا برو ان بجد يعني ايه، حد مثلا بيحب ينظف اوضته، خلاص هو شخص نفسه اللي هو او سي دي، من هو ما يعرفش يعني ايه او سي دي، جدا. ما يعرفش حقيقي قد ايه ده حاجه بشعه، بس خلاص لا فاهم، انا كده فاهم. فبقت الناس اصلا مش عارف، ممكن ده السوشيال ميديا مثلا. هل احنا مثلا، انا اعرف ناس صراحه بتقارن نفسها دايما بالناس اللي كانت معانا في المدرسه مثلا السوشيال ميديا. في شخص اعرفه مش هقول هو مين طبعا، بس بيفتح شوت اوت. لا بهزر. كان انا جه بيفتح في دماغي مثلا 3 مثلا. لا بيفتح ايس كريم بريك بسرعه، بيفتح قفشك. بيفتح مثلا فيسبوك وانستجرام ويبص على ناس تانية ويقارنهم. فدي مشكله السوشيال ميديا، احنا اول جنريشن تقريبا يتربى على ده، وعيالنا واحفادنا ربنا يستر عليهم فعلا. احنا مجتمعات كلها مكتئبه، فاهمني؟ اي حد زعلان انا مكتئب. حرفيا اي حد اي حد حصل زعلان له مكتئب، اي حاجه حرفيا انا عندي ترومبا على طول، فاهم؟ اللي هو حد فعلا. يعني. واللي ساعد على كده استاذه امينه خليل. مم. كل الامراض النفسيه جات لها في كل المسلسلات. مم. عندها كل حاجه. كل الناس يعني تقدر عدت بمواقف صعبه. صح. كل الناس عدت بمواقف صعبه. كل الناس عندها عادات لو قعدنا نفصصها بالورقه والقلم مم. هنقدر نوصفها ان هي مرض معين. صح. تمام. انت دلوقتي انت فراك، انا اي دي اتش دي. انت صح. منظم، انا او سي دي. انا ما بعرفش اتكلم، سوشيال انا انكزايتي. سوشيال انكسس. اه في ناس عندها الامراض دي، بس الناس اللي عندها الامراض دي حاجه يا تانية جماعه ده خالص، قصه تانية نهائي. محتاجه. مش وانا ما ينفعش اشخص نفسي. انا ما ينفعش اجي النهارده 100%. اقول انا اي دي اتش دي. لا، انا لازم اروح لدكتور ويقعد معايا جلسه واثنين وثلاثه وعشرة بس على مدار عشان 6 يتاكد، شهور بالظبط كده. يعرف انا بعمل ايه، ما يسمعني اسمعه. ممكن على فكره ممكن يبقى عندي شويه انرجي. ممكن دلوقتي انا قاعد معاك يا جولد النهارده، فانا مثلا دلوقتي واقف قدام كاميرا، فانا مش متعود. انا مم. هتلاقيه بعمل كده مش عارف ايه. لكن انا لو قاعد في العادي مش هبقى بعمل كده. فهو في صح. سيتويشن مخليني كده. انا لو قعدت قدام الكاميرا 10 ايام مش هبقى كده. صح. تمام. في حد بقى لو قعد قدام الكاميرا 6 شهور هيفضل كده. اوكي. ده نبتدي نقول ان الشخص ده عنده ايا كان اسم انا مش
يعني عايز مش خبير يعني ان انا فاهم. بس برضه بصراحه يا برو، بص انا مشكلتي برضه في الطب النفسي بشكل عام، ان انا ما بحبش الطريقه اللي المجتمع بتاع الطب النفسي بيتكلم فيها، وما بحبش الطريقه برضه ان هم بيرموا كلمه الاكتئاب على كل حاجه. يعني مثلا كلمه اكتئاب دي بتتقال على واحد سايب صاحبته، وبتتقال على واحد عياله الاثنين ماتوا في غزه مثلا، ماشي، ومراته، وبعد كده اتجوز تاني، وبعديها ماتوا تاني، وبعديها اتجوز تالت. بيقول فده ما الحمد بيبقاش زي لله. اللي صاحبته بيقول الحمد لله عادي يعني. بص يعني بيزعل اه طبعا وبيكتئب وبيحزن وقلبه بيتكسر، اكيد بس عارف يعمل ايه اكيد. تاني يوم؟ بيقوم الصبح ويقوم يشتغل. لكن اللي فاهمني؟ صاحبته سايباه بيقعد ح- يعيط وبيقول ليه كده يا رب، بيعيط. ليه وكلمه كده يا رب، اكتئاب لا. منتاليتي. يعني اقول لك على حاجه، فعلا انت بتحط نفسك في الصندوق ده. يعني انت مثلا لو مكتئب بسبب ان انت درجاتك وحشه مثلا، انت اللي عامل كده في نفسك، انت مش مكتئب، انت حاطط نفسك في الحته دي حرفيا. ذاكر. ذاكر. طب يا عم انت اصل سقطت، انا عندي بص انت انا عندي سقطت اي فيها دي اتش دي، ايه؟ ما بعرفش اقعد اذاكر. بالظبط. شفت بقى، ما هي هتقعد تلف. انا عندي اي بالظبط. دي اتش دي، ما بعرفش اقعد اذاكر فبسقط، فعندي ديبريشن، فباخد اه. انتي ديبريشن بيلز. هم. ذاكر. يعني صح. لو مؤاخذه خف بروكاستينيشن وذاكر عادي. صح معاك حق. واقول لا لك على انا حاجه، شخص حتى لو ما ذاكرتش ما تذاكرش، بس اعمل حاجه، اتعلم حاجه، اعمل اي حاجه صوت عالي. حرفيا. والله حرفيا اعمل اي حاجه. اقعد اعمل بوش ابس احسن من اي حاجه. اعمل اي حاجه حرفيا، اعمل اي حاجه. انزل اتمشى، اجري، فاهم؟ اقرا كتب، اي حاجه. ما تلعبش فيديو جيمز كتير يعني، ما تتفرجش على افلام بس يعني. انا اعمل حاجات يعني. انا نسيت اقول لك على حاجه يا جولد في المقدمه. انا عبد الله بجاتو، وعندي هاي اتشيفنج سيندروم. اوكي. انا ما بقدرش، مدمن نجاح. عندي مدمن هاي اتشيفنج نجاح. سيندروم. لما بقعد انت suffering from دماغي success. صبري بجد. اي حد فاهم مصدع شويه، فاهم، انا عندي صداع نصفي. اي حد اي يعني اي حاجه خلاص، انا من جو تو ذا اكستريم. امم. انا بطني وجعاني، انا عندي التهاب في قولون، انا اوكي. انا شالوا لي المرار. الناس بجد اصلا الناس سيكينج اتنشن باي حاجه، الناس سيكينج بس ده اتنشن اظن برضو بطريقه. سوشيال ميديا، حقيقي سوشيال اه ميديا. سوشيال، ده سوشيال ميديا. يعني انا بجد عشان انت بتعصب لما حد بينزل صورته ويكتب لي عليها كود. فاهم؟ حد مثلا نزل صورته، والله العظيم بجد، حد ينزل ويكتب لي احترم حكمه نفسك، هو اللي جايبها. احترم نفسك. احترمي نفسك يا ولاد. قصدك ايه بالكلام الماسخ دي؟ لا والله بجد، انا برو الحوار ده بيعصبني بجد. ليه والله بجد كده؟ الحوار ده بيعصبني. عارف ليه؟ عشان اغلبيه الناس يعني مثلا ايه، في ناس بتكتب مثلا اقوال مكسوره، في اللي بيكتب احاديث، في اللي بيكتب مثلا حاجه اقراها في كتاب. انا ما عنديش مشكله في ده، بس في ناس تانية بقى بتيجي تخترع. ماشي؟ يعني مثلا واحد يقول always smile كوما always. ايه ده؟ طيب خلاص عرفنا مشكلته. خلاص اقول لك ايه طيب. تحط بس صورتك خلاص، خلي رايك لنفسك يا بيجاتو. لا لا بكتب حاجه ريليفنت بالصوره يعني انا. فاهمك فاهم. ماشي. ماشي، عندك اي اندنج ستيتمنتس؟ انا حاسس ان احنا كده نمينا على الناس كلها خلاص. شوت اوت لعمر احمد، كمان لا. بهزر. بص لا هو لا بهزر ديفنتلي بس عمر. والله. عمر لو وصل لهنا احنا بنهزر. عمر اكيد ما بالظبط وصلكش يا باي عمر، حاجه. بس انت عمر مش بتشوف فيديوهاتي اصلا، فاهم؟ فانا يعني عارف ان انت اساسا مش هتشوف الكلام ده، بس انا بحبك يا عمر. وانا عارف عمر قافل باكتر طريقه الاكونت ستريت بتاعه. ممكنه. عمر عمر كده كده قافل اكونتاته على السوشيال ميديا، ولكن انا معايا اكونتاته هو مش الاخرى. عامل لي اكسبت على انا اوكي بعمل له، نايس هو ما نايس. شايلني من حلو عليه. حلو. بس انا معايا اسم الاكونت، ممكن اقعد احنا عارف اسبامك هنعرف لحد ما نجيبك. اجيبك. انا جبتك بس هسبامك لحد ما تقفله من مره. ايش طيب برو، عندك اي اندنج ستيتمنتس؟ اي حاجه عايز تقولها في الاخر؟ ولا حاسس انت كده طلعت اللي جواك كله؟ والله ending statement، انا عايز اقول للناس كلها تبطل علوئيه. خليني ابص للكاميرا.
انا عايز اقول ماشي. للناس كلها تبطل علوية، حاولوا ان انتوا تعملوا حاجة حقيقية في حياتكم، عشان في ناس كتير قوي تتمنى اللي انتوا فيه ده، في ناس كتير ما عندهاش نص اللي عندكم، ويتمنوا يتمنوا 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 نص مشاكلكم، ونص يعني يتمنوا ضعف مشاكلكم ونص اللي عندكم. ده بالنسبة لهم حلم حياتهم. ما تحاولش تجري ورا حاجات مش بتاعتك، ما تحاولش تجري ورا حاجات تخليك متميز، حاول ان انت فعلا تكون متميز، مش تخلق هالة وهمية تخليك متميز. صح. نقدر بص نلاقيك فين يا ده بجاتو اكتر. لو حد عايز يلاقيك؟ بص السوشيال ميديا لو بتاعتك حد فين؟ عايز يلاقيني على السوشيال ميديا، يلاقيني على انستجرام، ده الابلكيشن الوحيد اللي انا بستخدمه، باسم عبد الله بجاتو. لو حد عايز يشتمني فانا اكونتي التاني اسمه يوسف جولد، ممكن يلاقيني هناك برضو عادي. ده اكونت الشتايم، ده اكونت المحبه. اوكي، وايه اللي فوق بس دماغك ده يا برو؟ اللي فوق دماغي دي براويز، الحاجات انا بحبها. اوكي. الجزء اليمين ده مش عارف، ده بالنسبه لكم هيبقى الشمال تقريبا، ده ملخص هاري بوتر، اوكي. وتحتها الروايات كلها. فاهم؟ اوكي. في عدد نايس صغنونه. نايس نايس شيل. نايس نايس. تمام. والناحيه التانية مارفل، نايس. ايرون. اوكي اوكي. كويس كويس كله يا تمام كله تمام كله تمام. ماشي. على انت السند على هتوقعني. السرير ماشي. بس والناحيه التانية ايرون مان ماي فيفورت، اوكي. مش هوصل لها بقى خالص. خلاص ماشي. خلاص. بس كل ده ليه؟ عشان انا عندي تشانل بلخص فيه افلام اسمها ملخصولوجي، موقف بقالي تقريبا سنه، ويعني ايمنج ان انا ارجع اليومين اللي جايين ان شاء الله، بس مش عايز ابروميس حاجه مش متاكد منها 100%. بس هعلن عن لو هرجع، يعني هعلن وانا اوريدي هيكون معايا حاجات جاهزه، لان انا كذا مره قلت ان انا هرجع وما برجعش. يعني للناس اللي اصلا لو عارفيني من ملخصولوجي، فاحب اقول لكم هلو. اوكي، تشيك اوت ملخصولوجي، تشيك اوت عبد الله بيجاتو، تشيك اوت يوسف جولد اكيد. شكرا ليكم جدا، صدعناكم بس نصدعكم تاني. باي باي. سلام. ايه ده؟ ستارت ريكوردينج؟ ايه؟ لا بهزر والله بهزر. استنى بجد راح فين؟